بمجرد ما الجماعات الإرهابية تسمع اسمه يصابوا بالرعب. بطلنا هو الشهيد خالد مغربي، الملقب ما بين أصدقائه والجماعات الإرهابية بلقب دبابة، وتعرف ما بين الإرهابيين بأن دبابة لا يرحم أحد، وده باعتراف بعض التكفيريين المقبوض عليهم. استشهد بطلنا يوم 7/7/2017 في الهجوم الإرهابي اللي استهدف الكتيبة 103 صعقة جنوب رفح شمال سيناء، كمين مربع البرس. هحكي لكم اخر دقايق في حياه الشهيد. كان في الكتيبه بتاعته، اتوضى وصلى الفجر، وبعد كده قرا قران في عنبر الضباط، وخلاص حضر شنطته علشان ده اخر يوم خدمه له في سينا، وهيتنقل كتيبه تانية في اسكندريه. سمع صوت استغاثه على جهاز اللاسلكي، والاتصال كان من كمين مربع البرس، من ضابط دفعه الشهيد خالد مغربي، وهو بيقول له: الحقنا يا خالد، احنا بنموت، في ضرب جديد علينا، والهجوم من التكفيريين باعداد كبيره. رغم ان عدم رده ما فيهوش اي مسؤوليه عليه، لان خدمته الفعليه انتهت، لكن خالد ما ترددش لحظه، لانه مش ضابط عادي، ده خالد مغربي ابو الرجوله والجدعنه والواجب. خالد رد وقال: انا جاي لكم بسرعه، اثبتوا يا رجاله وما تستسلموش. سحب السلاح في اقل من دقيقه وجمع العساكر بتاعته، وكانت قوه الدعم مكونه من 4 مدرعات ودبابه وعربيه تشويش على العبوات الناسفه والمفخخات. كان وقتها البطل احمد منسي بيطلب الدعم من قياده العمليات، وقال: عمليات في هجوم كبير علينا من عدد كبير من التكفيريين، والتعامل شديد على الكمين بمعدات تقيله، هاونات ورشاشات نص بوصه وار بي جي واسلحه تقيله، والتعامل من كل الاتجاهات، وفي عربيه مفخخه بتحاول تدخل الكمين وبدانا التعامل عليها. اتحركوا وهاتوا خالد مغربي، وخلوا بالكم عدم الوصول للكمين لاي سبب من الاسباب هيطلع الطيران ينسف الموقع باللي فيه. وكان رد خالد عليه: اثبتوا يا ابطال، اثبتوا، الدعم جاي لكم في الطريق. رد عليه المنسي بكل ثقه وثبات وقال له: ثابتين يا خالد لاخر طلقه واخر نفس. واتحرك خالد مغربي في اتجاهه لمربع البرس، والظابط سباعي كان طول الوقت يتصل بيه ويستعجل. رد خالد عليه وقال له: جاي لك يا سباعي، والله جاي خلاص في الطريق. وحكى ظابط بيقول: كنت قائد كمين في الطريق اللي عدى عليه خالد، وكنت دايما لما اتعدي المدرعه في الوقت المتاخر ده كنت اقول لعساكر ده اكيد خالد رايح يسترزق، وعاده كان بيقعد معانا في الكمين، بس لما لقيت الدبابه ماشيه بالسرعه دي عرفت ان في كارثه حصلت. قال لي: افتح الطريق بسرعه، مربع البرس عليه هجوم شديد. قلت له: يا خالد انزل اقعد معايا، لاني كنت حاسس انه رايح ومش راجع. زقني وقال لي: افتح الطريق، الكمين بيتصفى والرجاله هناك بتموت. ولما اتحركت القوه طلب خالد اذن انه يروح من الطريق المعتاد اللي بيروح منه دايما لمربع البرس، وقال للعسكري سواق المدرعه: باقصى سرعه عندك دوس. قال له: يا فندم لا يكون مزروع لنا لغم في الطريق. قال له: باقصى سرعه دوس، انا شايف الخير. وصدق خالد، كان شايف الخير فعلا. عربية التشويش قدام مدرعة خالد، وفي انتحاريين بعربية مفخخة في الجبل، وعربية تانية فيها عدد من الإرهابيين في مخابئهم، وكأنهم عارفين إن خالد مغربي جاي دعم للكمين من الطريق ده، وكانوا مستنيين، وسابوا أول مدرعة تعدي اللي هي عربية التشويش. لكن خالد لمح عربيتين في مخابئهم، وأول لما شافهم بدأ التعامل معاهم فورا، فاتدمرت أول عربية باللي فيها، والعربية التانية كان فيها الانتحاري، جريت بأقصى سرعة في المدرعة اللي فيها خالد مغربي، خبطت فيها وانفجرت، واخترقت شظايا الانفجار مدرعة الشهيد خالد مغربي، واتصاب في راسه من ورا، وبعدها بثواني فاق شوية، فبيطمن على العسكري اللي جنبه بيقول له: انت كويس؟ قال له: رجلي اتصابت يا فندم، والعساكر اللي ورا كلهم اتصابوا. العسكري قال له: يا فندم في دم نازل من راسك. خالد مسك المصحف اللي معاه وقفل بيه الجرح واتصل بالدعم، وكان اخر من اتصل بيه البطل احمد فوزي. خالد قال له: يا فوزي تعالى بسرعه، معايا 4 عساكر مصابين. فكر في العساكر وما فكرش في نفسه. قال لواحد منهم: امسك اللاسلكي وقول انا مغربي، واطلب دعم واسعاف. ونطق الشهاده كذا مره، واستشهد البطل خالد مغربي دبابه. ودي كانت اخر دقايق في حياه بطلنا، ولحد كده انتهت حلقتنا. بس طالما بنتكلم عن ابطال مصريين تبقى حكاياتنا ما بتنتهيش. الف سلام وتحيه لكل ابطالنا المصريين.